إذا وصلوا إليكم إلى فقرة ترندنج لهذا الصباح. أبي أحمد كان رئيس وزراء اثيوبيا كان اشهر شخصيه لهذا الاسبوع على صفحات اليمنيين خاصه. يعني احنا هذا الترند يمني. اليمنيين كانوا يعني سعيدين جدا بأبي أحمد ووساطته في السودان لتوقيع الوثيقة الدستورية بين المجلس العسكري وأيضا بين الحرية والتغيير الحكم المدني في السودان. كان في فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي للحظة ذكر اسم أبي أحمد في يعني خلال توقيع هذه الاتفاقية. خلينا نشوف هذا الفيديو، نشوف حجم السعادة وحجم التصفيق لأبي أحمد في خلال توقيع الاتفاقية. نتابع الفيديو. دولة رئيس الوزراء لجمهورية أثيوبيا الفيدرالية أبي أحمد علي يعني فرحة عارمة كانت موجودة في المكان لوساطته وبالتوصل بالنهاية لتسوية ما بين المجلس العسكري والحكم المدني في السودان. يعني وساطة خير كانت صراحة في السودان. يمكن الجميل حتى في الموضوع أنهم أسموا هذه التوقيع وهذه الوثيقة فرحة السودان بفرحتهم بهذا التوقيع الذي وصلوا إليه بعد انتهاء حكم البشير. وعموما هو كان أول شخصية مدنية أو رئيس وزراء لأي دولة يزور السودان بعد المشاكل اللي حصلت وبعد تنحي أيضا عمر البشير. نعم، إذا نتابع بعض من التعليقات خصوصا من الشعب اليمني وأبناء الشعب اليمني. كانوا أكثر تعليقا على هذا الفيديو وعلى تدخل أبي أحمد. معنا طبعا أول تعليق من المذيع السوداني عثمان أي فرح في قناة الجزيرة، وكتب هاشتاغ فرح السودان. صفق الحاضرون في قاعة الصداقة تصفيقا حارا، ووقف عدد كبير منهم عند ذكر اسم رئيس الوزراء الأثيوبي أبي أحمد دون غيره، تقديرا لدوره في الوصول إلى اتفاق بين المجلس العسكري والثوار هاشتاغ السودان هاشتاغ اثيوبيا. جميل انه يكون معك دولة مجاورة لك بتقدر انها تحل مشاكلك حتى لو كانت داخلية. بعض الناس بيشوفوا انها تدخل، ولكن ابي احمد معروف بمواقفه ايضا منذ بداية 2018 ومنذ بداية توليه رئاسة الوزراء في اثيوبيا. مواقفه طبعا دائما كانت مواقف مشرفة. تدخل كان سلمي. ايضا معنا تعليقات اخرى من ابناء الشعب اليمني. هذا التعليق كان من مذيع الجزيرة السوداني، أكيد كان هو مطلع على كل الأحداث اللي حاصلة في بلده وعلى توقيع هذه الاتفاقية أيضا. صحيح، أنا على فكرة تابعت في الجزيرة خلال الفترة السابقة. عثمان أي فرح كأنه هو اللي ماسك قضية السودان بصراحة. نعم. يعني جميل في قناة الجزيرة أنه أنت من هذه الدولة في دولتكم مشاكل، أنت أكثر شخص فاهم في مشاكل الدولة، فبتكون أنت ماسك هذا الملف. جميل جدا. نعم. أيضا كان في كثير من التعليقات. هود محمد أبو راس كتب الجار قبل الدار، رئيس وزراء إثيوبيا يصلح بين الفرقاء في السودان، نعم الجار. ونعم الجار فعلا، ونعم الجار. أيضا في تعليقات أخرى كانت موجودة معنا، تعليقات كثيرة. ويمكن الإفادة هذا التعليقات الكثيرة اللي خلتها تكون كثيرة جدا وبارزة أنه الناس كلهم متابعين مواضيع السودان، الناس كلهم متابعين قضية السودان لطيبة الشعب السوداني ولقربهم أيضا مننا كيمنيين. صحيح. أيضا إبراهيم زيد كتب ابتسامة طيبة صادقة من قلب طيب، أبي أحمد رئيس وزراء إثيوبيا الجار الطيب والصديق الوفي، فعل ما لم يفعله غيره في فترة زمنية قصيرة. ما يكون عندك حب الخير للآخرين. كان في ثناء. أعتقد هو شخصية مشهورة يعني خاصة خلال الأسبوع الماضي. كان في ممكن بحث كثير عن اسم أبي أحمد وعن تاريخ أبي أحمد. أبو ضياء القداسي أيضا علق على الفيديو جده النجاشي والنعم فيهم. أيضا نستذكر في التاريخ الإسلامي قصة النجاشي. صحيح، رغم أنه أثيوبيا دولة مسيحية، النجاشي كان مسلم وتوفى مسلم، توفى مسلم سرا وما أعلنش إسلام النجاشي، ولكن أيضا أبي أحمد هو مسلم عمره 42 سنة وهو أول رئيس وزراء مسلم لدولة أثيوبيا. نعم، هو من أصول مسلمة. أيضا علاء العبادي كتب ابن أصل ما يخرج من القلب يصل إلى القلب. تدخله كان إيجابي للتوصل للتسوية وللصلح بالنهاية. مصطفى الرصة كتب أيضا له كل الحب والتقدير أبي أحمد زولنا، هذا يبدو أنه سوداني. نعم، توب فان وزولهم.
جمال مقبل الغراب أيضا كتب أنه صور أبي أحمد رئيس وزراء اثيوبيا أو صوره تملأ صفحات اليمنيين في الفيسبوك، بينما السودانيين صفقوا له مرة واحدة فقط وانتهى الموضوع. يمكن يطلع هذا كمان سوداني. نعم، ولكن كان الفكرة من الموضوع أنه اليمنيين تأثروا بتدخله الإيجابي في إصلاح الأوضاع في السودان. هذه الفكرة كانت من ممكن الترحيب والتحدث بكثرة في الآونة الأخيرة على مواقع التواصل الاجتماعي عن موقف أبي أحمد وعن أبي أحمد، أنه صح. كان تدخله إيجابي في السودان. نعم. بدهم حدا يتدخل تدخل إيجابي في اليمن أيضا. إحنا عموما شعب عاطفي كثير. نعم. جدا معروف عن الشعب اليمني، فعلا زي ما تكلمت أنه إحنا محتاجين حد إنه فعلا يتدخل بموقف جاد. هو للاسف معروف عن اليمن انه دائما في كل الحروب بيحصل تدخلات خارجيه وفي الاخر بيصوتوا في بلادنا ما عاد بيخرجوش الا بحروب اكبر من الحروب اللي صارت من قبل، ولكن نحتاج الى تدخل بمواقف مشرفه مثل اللي سواه ابي احمد بين السودانيين. نعم. بصراحه صلح، موقف صلح. نعم. للاصلاح، رجل مصلح جاي يصلح فقط. للاصلاح بين الاطراف المختلفه. الان رح يتوصلوا اتفاقية. نعم. وهم بسلام، ما مروا بأوضاع صعبة جدا، وفرح السودان بتوقيع هذه الوثيقة. إذا نعم. كانت هذه فقرتنا في ترندينج عن أبي أحمد وعن الوثيقة السودانية ما بين المجلس العسكري والثوار. نتمنى للسودان كل الخير بالتأكيد. يا كل أهل السودان بصراحة طيبين. يا تحية لكل السودانيين. نعم. والسودانيات الإعلاميين منهم كثير. نعم، وأيضا نتمنى الخير لليمن وكل البلدان العربية والإسلامية.